أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معي في حلقة جديدة من برنامج خط العبدلي. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان سابقا، وأيضا كان وزير الإعلام بالوكالة، الأستاذ بدر ناصر الحميدي. مساك الله بالخير يا أبو ناصر. حياك الله. كيف حالك؟ فيك. سيد الفاضل، أنا راح أبدأ وياك بنبذة عن برنامج خط العبدلي، لعل البعض يتساءل ايش قصة خط العبدلي. خط العبدلي هو رحلة إن شاء الله تكون ممتعة للطرفين، نحاول أن من خلالها نستعرض مشاهد في حياتك، مشاهد سواء سياسية اقتصادية أو أي في مجال التخصص اللي أنت عملت فيه. طبعا راح يكون في مفاجآت، في مفارقات، لكن إن شاء الله بنهاية المطاف راح تكون ممتعة مثل ما قلت لك للطرفين إن شاء الله. ودي أبدأ وياك بنبذة عن حضرتك. بدر ناصر الحميدي ولد عام 49 في بر الفنطاس، أمضى طفولته بالشويخ والشامية، حصل على دبلوم الطيران، يمكن هذه معلومة جديدة حق البعض، على دبلوم الطيران في عام 1971 وتخرجت طيار حربي. حصلت على دبلوم الإدارة في عام 81. بعد ذلك عملت في مجال العقارات والأسهم وتوجهت إلى الأسواق العالمية مثل بورصة نيويورك وغيرها. عينت بالمجلس الأعلى للبورصة، عينت أيضا في المجلس البلدي في عام 99. كنت أيضا مستشار في الهيئة العامة للاستثمار، وكنت أيضا محكم قضائي، وربما لا زلت ما أعرف عن هالجزئية، يمكن تخبرني عنها. توجت مسيرتك بعد ذلك بتولي وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الإسكان خلال فترة من 2003 ل 2006، ويبدو لي في يوليو 2006 أصبحت أيضا وزير الإعلام بالوكالة. مسيرة ما شاء الله حافلة جدا يعني. طيب أبو ناصر، وينك الآن؟ أين أنت الآن؟ طبعا يعني بعد خروجي من الحكومة يعني توجهت إلى الشغل اللي كان قبل أدش الحكومة. نعم. اللي هو القطاع الخاص. الآن أنا ماسك شركة بيت الأوراق العقارية، رئيس مجلس الإدارة. وشركة بيت الأوراق العقارية هذه مختصة أو شغلها الأساسي الآن بالعقارات. نعم. والآن احنا الآن طبعا راح بدور تصميم مركز سميناه مركز صباح الأحمد المالي العالمي. نعم. هي ترجمة ما تفضل فيه حضرة صاحب السمو بالتحويل الكويتي إلى مركز مالي. إيه، فترجمنا هذا الكلام إلى واقع وبدأنا بتنفيذ هذا المشروع. نعم. طبعا المشروع هذا يختلف عن أي مشروع آخر، لأن وضعنا يعني الخبرة في طريقة مكاتبه تختلف عن أي مكاتب أخرى. نعم. في بوديوم اللي هو البورصة، قاعة تداول بقاعة يعني فيها من أحدث الآلات الموجودة المتطورة. فيها مسرح يسع ل 250 شخص لعقد الجمعيات العمومية وعمل السيمينار والدورات والامور. نتكلم عن شيء على قولتهم هاي تك، يعني اخر ما وصلت اليه التكنولوجيا. والمسرح هذا مطور. نعم. عملنا قاعة تداول العقار في فندق يسع ل 200 غرفة. نعم. رجال اعمال، مكاتب استثمارية، صالات عرض لليونيك والاوكشنز يعني هذا. طبعا هذا المبنى بطريقته وبأساسه يصير دائم للاقتصاد الكويتي. نعم. والمركز المالي. ابو ناصر تسمح لي، يعني كلامك حديثك عن هالجزئيه اغراني، يعني انا كان ودي اقفز على المحاور اللي انا عديتها. قضيه بانه هل تعتقد ان الظروف الاقتصاديه مواتيه لمثل هذه الخطوه اللي اراها جباره؟ يعني يمكن احنا الحظ اسعفنا يعني على ما تصممنا، والان احنا طبعا بدأنا بالحفر. نعم. المشروع كبير جدا على 6000 متر، وفي 6000 متر كذا مواقف سيارات. لو تلاحظ ان قيمة المواد البناء انخفضت كثير. نعم. قيمة الايدي العاملة انخفضت. نعم. يعني احنا لما نكون نبتدي في مشروعنا الان خلال 2 3 سنوات بعد ما ينتهي تكون الأزمة عدة سنوات، يعني مهما يكون يعني الأزمة لن تطول أكثر من 2 3 سنوات، وبالتالي ترجع إلى الحوار هذا. فأنتم تقطفون الثمرة في الوقت الصحيح، فالوقت المناسب. الحمد لله سبحان الله عني يعني الله سبحانه وتعالى ربك يوفقك إن شاء الله. طيب أنا خليني أرجع لك إذن لمسيرة محاور الموجود. أنا برجع إلى لما كنت وزير الأشغال وزير الدولة للشؤون الإسكان. طبعا أنت أثناء فترة توليك للحقائب هذه كانت اللهجة الدائمة عنك بالصحافة، يعني كانوا يقولون بأنه رجل الوعود التي لا تنتهي. حتى أذكر الزميل صالح الغنام في جريدة الشعب تكلم، أو الشعب تكلم، قال والوزير بدر الحميدي رجل الوعود التي لا تنتهي. يقولون بأنك أنت أعطيتهم القمر بإيد والشمس بإيد، لكن على أرض الواقع
وين راحت هذه الوعود؟ ما لقيناها تترجم. حتى اذكر لك تصريح في بشهر 12 2006 يبدو انه في احد مؤتمرات وزراء الاسكان قلت انه سوف نفيد وزراء الاسكان العرب بتجربه الكويت في كيفيه بناء المدن الجديده. وين المدن الجديده يا ابو ناصر؟ اولا يعني انا اعتقد من تهجم او من يعني خط المقالات، بعض المقالات، انا اعتقد ان يعني هذه برأيي وبرأيي الشخصي المتجرد لا ربما أن يكون حاقد أو تكون يعني احنا نسميه بالمثل الكويتي عنده مرارة ومرارته هاي بتنبط. صراحة يعني أنا أول ما استلمت الإسكان وليس يعني وشيء مو غايب عن هذا، الهيئة العامة للإسكان لما استلمتها يعني كلموني وكيلين. الوكيل الأول اللي هو مختص بالقسايم قال لي ابو ناصر لا يعني تتفاعل لان ما عندنا ولا قسيمه نوزعها. ما عندنا القسايم اللي سواهم الله يذكره بالخير اللي هو جاسم العون. نعم. اللي هم جنوب الجهره. نعم. رد علي الوكيل الثاني قال لي انا الان عندي 600 مهندس ما عندهم شغل. قاعدين بطاليه. فيعني انا جيت استلمت الاسكان ما عندهم قسايم، مهندسين وما عندهم شغل. هذا يومي اللي اول يوم انا اللي استفتحت فيه. طبعا على حسب خبرتي مع البلديه امنت تقريبا 80,000 قسيمه. تقول لي شلون 80,000 قسيمه هذول موجودين؟ ال 80,000 قسيمه اللي يتكلم الان يقول وعود ووعود الان قاعدين يوزعون فيها هم. الاسكان يوزعون بالقسايم اللي احنا سويناها وخططناها. طورنا الاسكان كانت يعني اعطيك مثال على البيوت اللي كانوا يسوونها. لو تلاحظ ان المواطن الكويتي عندما يستلم بيته، البيت اللي على طول يغير فيه. مستحيل اي واحد اي مواطن يستلم بيته يغير فيه. هم اغلب الكويتيين ياخذون الدخل المحدود ويغيره على طول. على طول يغير وانا ما الومه. نعم. هم طلعوا قرار انه ما يصير تغير في البيت الا بترجع حق الاسكان وهذا، بس هو ما يقدر يعيش. ما يقدر يعيش في البيت هذا. فقلت له تعالوا انا بسوي طريقه جديده للبيوت. اولا ما راح اخلي البيوت تشابه بعض يعني. يعني نعمل 5 بيوت كل بيت يختلف عن البيت، حتى لما يطلع الولد او الجار ما يحس ان هذا بيت ذو الدخل محدود او بيت يعني متوسط او بيت شبيه بالجار هذا. هذا واحد. دخلنا نظام السيجما ونظام الحجر الطبيعي ونظام الجيل الطويل ونظام يسمونه. دخلنا غرف زياده، عملنا غرف الخدم وغرف للغسيل. عملنا الارضيات اللي كانت كاشة شلناها الى وهاي بالواقع موجوده الان في لو تروح وانت رايح صوب المقبره اسمها منطقه النهضه. شفتها نعم اللي تكون اشكال تكسيات مختلفه. عملنا طريقه الهيكل، قلنا تعال احنا لازم نعطي انا بعطي المواطن هيكل. انا ابني ب 13,000 واخلي الباقي المبلغ اللي هو ال 45,000 محدد له يكمل بيته وهو يجد من عنده. يبي يبني رخام، يبي يحط حجر طبيعي، يبي يحط حجر صناعي، يبي يحط كذا، ياخذ البيت. نجحت الفكره، عملنا بيت 55 بيت هيكل في نفس المنطقه ونجحت الفكره. طلعنا مدينه جابر الأحمد فيها 13,000 قسيمه. الان قاعدين يوزعون فيها. الواقع شلون؟ الواقع قاعد موجود الان. هذه ما كانت موجوده. وضع حجر الاساس صاحب السمو. نعم. لما كان الشيخ خليفه بن زايد كان يانا وحتى كان معانا. هاي فيها 13,000 قسيمه. هذه كلها تقول ثمرات لذاك العمل اللي ذاك الوقت. احنا اللي طبعا في الوعود اللي قلتها يعني تحققت على ارض الواقع ما ظلت. نعم. مدينه عرفجان فيها 11,900 قسيمه. نعم. خططناها ووقعنا عقود حتى مع مكتب مبارك دويله حق التخطيط الاولي للطرق. يعني اذا هذا التخطيط وهذا القسائم يقولون وعود. طيب انا لاحظت كلامك ابو ناصر بانك انت عكفت وايد على تعديل الاليات والقوانين والاساليب اللي كانت متبعه. هل تعتقد بان